احسب جرعتك وشوف احتياجات جسمك من السيروكسين وانت قاعد في بيتك وبكل سهولة. ازاي احسب جرعة السيروكسين اللي جسمي محتاجها في اليوم لو انا شايل الغدة الدرقية او عندي كسل في افراز هرمون الغدة الدرقية؟ الموضوع بسيط خالص. اوزن نفسك وهات آلة حاسبة وركز معايا. الجرعة اللي جسمك محتاجها في اليوم من السيروكسين بتساوي 1.6 مايكرو جرام لكل كيلو. يعني حضرتك لو وزنك 80 كيلو جرام يبقى نضرب 1.6 في 80 يطلع لنا النتيجة 136 مايكرو جرام، يعني قرص وربع من تركيز الالتروكسين 100 وقرصين ونص من تركيز الالتروكسين 50. طب نظبط الجرعة ازاي؟ نعمل تحليل وظائف الغدة الدرقية كل من 3 ل 6 أسابيع والمتوسط كل شهر، ونشوف مستوى الهرمون المنبه للغدة الدرقية اللي هو TSH. لو مستوى الهرمون طبيعي يبقى دي الجرعة المظبوطة ونستمر على كده، ولو مستوى الهرمون أقل من الطبيعي نقلل الجرعة، ولو مستوى الهرمون أعلى من الطبيعي نزود الجرعة. طب أزود الجرعة بمعدل قد إيه وكل قد إيه؟ بنزود الجرعة بمعدل من 12.5 ل 25 مايكرو جرام كل من 3 ل 6 أسابيع، يعني من ربع لنص قرص من تركيز السيروكسين 50 أو ربع قرص من تركيز السيروكسين 100. لو عاوز تعرف إيه هي جرعة السيروكسين في الحمل تابعني في الفيديو اللي جاي. استنوني. سلام.